أنا إن شاء الله اللي بندر العمران آسف. كابتن بندر أرحبك عبر السعودية الرياضية. أهلا بك يا كابتن. أنا دورك من المباراة اللي راحت على فكرة، ترى مباراة النصر والشعلة أنت يعني أول شيء هربتوا منا، نقول هربوا منا جميع اللاعبين، ما وقف لنا فهد الرشيدي عشان نسأله. بصراحة ترى برجع بتكلم معك عن الماضي بعد. أول شيء أبارك لك اليوم الفوز، ألف مبروك، يعطيكم العافية. سعيدين ترى للمعلومية أن مبسوطين أن نلقى مدرب وطني سعودي ما شاء الله يتواجد في دوري كأس الأمير فيصل. الله يسلمك. في البداية الحمد لله على كل حال، يعني أكيد إحنا كجهاز فني ما إحنا راضين عن المباريات السابقة، ولكن الحمد لله اليوم الفريق يعني قدم مستوى، ولا زلت أنا أقول عندنا أفضل، لا زلت أقول عندنا أفضل كلعيبة يعني للأمانة. لكن زي ما قلت لك أنا أعتذر منك المرة السابقة، لأن ما في شيء والله أقوله. يعني الفريق كان للأمانة يعني ما في شيء أقوله للجمهور. شو أقول؟ الفريق سيء، كان سيء صراحة، يعني ما عندي كلام، عشان كذا أنا اعتذرت. كابتن المستغرب يعني بصراحة، والجمهور اللي تبحث عنه، وقت الفرح ترى الجميع يقدر يتكلم، نعرف الشيء هذا، لكن وقت مثل الخسارة الجميع يبغى يسمع رأي المدرب، رأي اللاعب، ليش خسرنا اليوم؟ والله أنا عارف ما في شك. أنا يا أخوي ما طلعت حتى وإحنا فايزين في مباريات سابقة. صح. لاني انا كنت للامانه ابغى العمل، يعني احنا ما بعد قدمنا شيء، لكن للاسف يعني في بعض المباريات كان عندنا نوع من الاسترخاء للامانه. يعني احنا في العمل في التدريب في طول ايام الاسبوع نعمل عمل جاد، واللعيبه يظهرون بمستوى جدا ممتاز، لكن للامانه في المباريات السابقه يعني كان عندنا نوع من ما اقدر يعني اجيب له سبب. انا حتى جلست مع اللعيبه وقلت يعني وش المشكله عندنا، يعني ما يمكن نظهر بهذا المستوى، انتم لعيبه تملكون. ولكن الحمد لله اليوم يعني ظهر الفريق ان شاء الله بمستوى انا في اعتقادي جيد، ولم يصل الى الطموح اللي انا اراه صراحه للامانه، لان نملك لعيبه قادرين ان يقدمون افضل من هذا العطاء. وان شاء الله يعني تعرف الدوري كاس الامير فيصل يعني ما نتائجه متفاوته، ولا زال الحمد لله احنا اليوم انتصرنا. الان بيننا وبين المتصدر بس فقط 3 نقاط، وهذا واحنا للان ما ظهرنا بالمستوى اللي احنا نظهر به فيه، سواء ظهرنا به في الاستعداد في المباريات الوديه او في المناورات اللي مع الفريق الاول او المناورات اللي بيننا. إدارة النصر جددت فيك كابتن بندر الثقة تحديدا بأن تتواصل مع الفريق، تظهر بالمستويات في ظل أن النصر يتواجد في المركز السابع. شوف يعني انا للامانه سئلت هذا السؤال كثير ولا زلت اقوله. انا في البدايه يعني اشكر صاحب السمو الملك الامير فيصل بن تركي ونائب الاستاذ العميد فهد المشيقح. للامانه هم وضعوا ثقه فيني، وانا ان شاء الله عندي ثقه في نفسي وفي اللي في الرؤيه اللي انا اشوفها للفريق. للامانه يعني انا من قبل ما استلمت فتره التكليف، وهذه اللي مره اقولها للجمهور عشان الجمهور برضه يعني عزيز علينا، وانا اتقبل النقد سواء يعني لما يظهر الفريق بمستوى غير جيد اكيد ان الجمهور راح يكون يعني زعلان، لكن للامانه يعني احنا نملك فريق جيد صراحه. جميل. شكرا لك استاذ بندر، اتمنى لك التوفيق، واقفين معك، نبغاك، كنا مبسوطين منك تحديدا كسعوديين تحديدا نلقى مدرب وطني. والله انا اسعد، لكن ان شاء الله الجايات نكون مستوى افضل ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك.